فرعون. كلمتين لفرعون. وطبعا معظم الناس عارفه مين فرعون، اللي لو البلد دي لها فرعون هيبقى انت يا سيسي. عايزه اقول لك كلمتين بس رجاء فضلا وليس امرا، يعني امانه تسالوا عليها. انا محتاجه ان الفيديو ده بجد يتشير، لان انا يمكن اتحبس قريب فمفيش مشكله. يا فرعون، انت ريحت الناس المرتاحه قوي قوي قوي، رجال الاعمال، الناس اللي كان من مصلحتها ان انت تطلع تعمل لها في العالمين والعاصمه الاداريه اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجه. تبيع راس الحكمه، تبيع راسك. الكلام ده مش هيهمنا. احنا صحاب، احنا ستات البيوت اللي بنستنى منك قرار يفرحنا. ستات البيوت اللي 3/4 سقفوا وطلعوك ورفعوك مره واتنين وتلاته. بس انت يعني لما لعبت على نقطه ضعفنا. ستات البيوت اللي بتستنى تاخد القرار منك برخص الحاجه شويه، اللي لما طلعت تقول قرار قلت ايه؟ قلت الحاجه الغاليه ما تشتروهاش. تمام. ورجعت فاجئتنا تاني قبل رمضان وقلت ايه؟ ممكن تحطوا طبق واحد على الفطار، يعني فراخ، ونعتبرها موضه نشوف بعضينا كده. ما ذكرتش اللحمه ليه؟ انا اقول لك، عشان ما تشبطش الشعب، لان اللحمه دي كانت من الزمن الماضي. ذكرت الفراخ وما ذكرتش اللحم. احب اقول لك ان انت حتى الفراخ مش هتخلينا نعرف نشتريها. عارف، انا حرفيا من الناس اللي بتدعي عليك كل يوم، اقسم بالله. انت خليت شعبك يتطاول عليك بطريقه غبيه. اول رئيس يمسك البلد ويكون فاشل بالطريقه دي وما يعملش اي حاجه تنفعنا، لان انت المفروض كنت بصيت لستات البيوت الاول والمتطلباتهم اللي راحوا رقصوا وغنوا عشان انت تبقى رئيس. بس انا ما بعتمدكش رئيس عامه، يعني عشان تكون عارف انا ليا رب مش ليا رئيس، وان كنت بعتمد حد رئيس فهو الرئيس محمد حسني مبارك، مش انت خالص. انت رئيس فاشل، ما يتقالش عليك اصلا رئيس. رئيس ايه؟ انت فرعون. انت اتعاملت معانا على اننا عبيد وانت السيد. تبيع بقى راس الحكمه، تبيع. انا بقول لك اهو، حتى لو بعت راسك والله حاجه مش هتخصنا. انت خليتنا نتطاول عليك بطريقه غبيه، وكنت انت السبب في التطاول ده. يعني ايه ان بكره يكون اول يوم رمضان؟ لحد دلوقتي انا واحده ست بيت مش عارفه انا هحط ايه على الفطار. صعبتها علينا قوي، صعبتها علينا قوي قوي قوي. يا فرعون،